السلام عليكم. هذا فيديو باش نسهل فكرة المقاطعة. علاش الناس راها تقاطع في المحلات الداعمة للاحتلال، وهذه رسالة ماذا بيا توصل لكل إنسان مازال ما اقتنعش بفكرة المقاطعة. بعد الفيديو هذا راح تبان لك باللي كنت غبي من قبل لما كنت ما تقاطعش المؤسسات ولا الشركات تدعم الاحتلال. صح، نعطيك هذا المثال بسيط وحاول تفهمه معايا. تخيل باللي كاين قدام دارك كاين واحد صاحب محل. هذاك مول المحل في نهار من النهارات صارت بينك وبينه مشكله، فسبك وسمع كلام اللي ما يتسمعش. صحيح، ما ضربك، ما ضرب واحد قريب ليك، برك سبك وسبك كلام يعني قبيح بزاف. على غدوة تحب تروح تشري، تحب تروح تصرف، من المستحيلات انك تروح عنده. وكي ما تروحش عنده، انت علاش ما تروحش عنده؟ ماشي باش يخسر، لا، لانك كاين مشكله بينك وبينه، فمستحيل تشري عليه. يجي تخيل يجيك واحد يقول لك انت على ما تشريش عليه، خلي يعني كما تشري عليه نتايا، راح ينضر مول الحانوت، راح تخسره. برك ما تشكلش، دخل التجاره في الامور الشخصيه، روح اشتري عليها خويا. هذا الانسان راح يبان لك انسان مجنون، يعني هذا الانسان اللي ناقشك النقاش هذا يبان لك مجنون. صح، تخيل حاجه اخرى، تخيل انت بعد كاع هذه المشكله وكانت برا وحضروها ناس وشافوا شصرا بيناتكم وسمعوه، لما قال لك الكلام هذاك، بعدها انت تروح هكذا في النهار الموالي يعني ديريكت تروح تشري عليه ونورمال. الناس كيف يشوفوا فيك؟ يشوفوا فيك بين قوسين هذيك الصفه اللي ما نذكروهاش. فتخيل باللي هذا راح دار جريمه في حقك، يعني وصل ضربك، لا وصل قتل ولا عطى اموال لواحد المجرم اللي جا لبيتكم وسرق لكم عفايس من داركم، ولا قتل باباك، ولا قتل خوك، ولا قتل ولدك، ولا قتل مرتك، ولا يماك، ولا مش عارف كيفاه. تخيل باللي هذا المتجر هو اللي مولاه. يعني اذا ما تقاتلش انت وياه، فمستحيل انك تشري منه. فكذلك مقاطعة الشركات التي ثبت تمويلها للاحتلال الصهيوني. هذيك الشركات حنا كنقاطعوها ماشي باش تخسر وماشي باش تبلع، لاننا اخلاقنا وقيمنا وتربيتنا وديننا ورجولتنا والقائمه هذه عمرها كيما تحب ما تسمح لناش باش نشروا منتج من المنتجات تاعها، ما تسمح لناش باش نتعاملوا معها تجاريا. هذا ما كان. بغات تخسر، بغات ما تخسرش، بغات تزيد تنجح، حنا ما يهمناش. حنا يهمنا المبدأ اللي هو ان الشركات هذه ثبت عندنا باللي ممولة للاحتلال الصهيوني، فاحنا قاطعناها. هذا ما كان. ومع انه بعيد على كل هذا، الشركات هذه راهي تعيش خساره في خساره في خساره بسبب المقاطعه. فما تكونش غبي، وخلي عندك رجوله، خلي عندك اسلام، خلي عندك عروبه، خلي عندك نيف، خلي عندك وسع القائمه، وقاطع هذه المنتجات.